حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. بس قبل اي حاجه كده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني. وحبايبي اللي بيتفرجوا عليا يا ريت ما ننساش نحط اللايك. انا كنت بفطر يا جماعه اليوم دوت في البيت عندي، فمش هبخل عليكم بالوصفه الجباره اللي انا عملتها دي. داخله عليكم داخله سريعه كده، ابشري طماطمايه على جزرايه على بصلايه، بس يعني يكونوا وسط او صغيرين، مش كبار قوي. نزلت عليهم بقى بمعلقه 7 بهارات كده، ومعلقه فلفل اسود، على اللي هو البرطمان اللي انا عاملاه، فلفل اسود على بلحية جوز الطيب على حبهان على ورق لوري. ببقى محمصاهم كده وطحناهم مع بعض. يبقى معلقه من البهارات ديت، ومعلقه من ال7 بهارات، ومعلقه بصل بودر صغيره، وفصين حبهان صحيح كده، وفصين فلفل من اللي هو الناشف، ومعلقه بابريكا. طبعا بقى ايه، مش هكتفي بالتوابل ديت بس، لا عايزه كده يعني احبش الوصفه بتاعتي اكتر واكتر. فرحت مدياها معلقه توم مفروم كده، ومعلقه صلصه، ومعلقه هريسه شطه. بصوا يا جماعه، اقسم بالله الريحه كده على البارد من غير اي حاجه وانا بقلبها مع بعض كانت، يعني مش عايزه اقول لكم فظيعه ازاي. كمان حطت لها معلقه زيت، وحطت لها رشه سكر صغيره، ومعلقه ملح. بصوا الريحة حرفيا يعني وهي بتتقلب كده كانت بجد بتشهي، تحفة تحفة تحفة. مكعب مرق الدجاج بقى، عندك بهارات فراخ حطي. ما انا هعمل فراخ مشوية بس هعملها بطريقة ايه تحفة. بس عصرة ليمونة كده، وارمي القشر بتاعها معاكي في قلب التتبيلة ديت. عندك ورق لوري، لو عايزة تحطي صويا صوص او دبس رمان، لو عندك عايزة تحطي عسل اسود، يعني متاح معاكي اللي تعمليه، يعني اللي عايزه تعمليه اعمليه. احنا هنشوي فراخ يا جماعه، لكن هنشويها بشكل جديد جدا، وبطريقه كمان مش اللي هو مثلا انا هعمل فراخ مشويه، طب انا هعمل ايه جنبيها؟ طب عايزه اعمل رز، هياكلوا ايه على رز؟ لا، انا بقى حليت معاكي المعادله الصعبه ديت، وعملتها معاكي كده بطريقه تحفه التحفه. عصرت كده ليمونه كبيره، ورحت راميه القشر بتاعها معايا، مش هتخسر كمان، ومعلقه الزيت. وزي ما قلت لكم بقى ايه، رحت مقلبه ده كله كده. الكلام دوت يا جماعه كان بالليل في السحور. جبت بقى الفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها كده، وكنت بعد ما غسلتها طبعا عملت لها محلول نقع ونقعتها فيها، وبعد كده شطفتها بميه وليمون وسبتها تتصفى. تبلت الفراخ بتاعتي كده فوق الجلد وتحت الجلد، وايه يعني خليتها بقى ايه اتشبعت من التتبيله من كل النواحي بتاعتها. وهسيبها في التلاجة لحد تاني يوم الصبح. صحيت بقى الصبح كده، طيب يعني انا صراحة كان لحد هنا كده او لحد دلوقتي انا كان في نيتي ان انا اعمل فراخ مشوية ومكرونة بصلصة وحبة سلطة كده وبطاطس محمرة وخلاص. لكن صحيت تاني يوم الصبح يعني قلت لا، مش في دماغي صراحة ان انا اعمل يعني كل دوت. فطبعا هو اكل بسيط وسهل وكل حاجة، لكن قلت والله لا اعمل بطاطس، بس هعملها كمان بطريقة سهلة وبسيطة. قطعت كده البصل على الجزر على طماطمية واحدة على البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين، 3 4 بطاطسيات زي ما تحبي كده، عليهم طماطمية عليهم جزراية لقيتها عندي في التلاجة مش هتقول لأ، عليهم بصلتين، حطيت عليهم بقى ايه فصين فلفل كده من الناشف دوت. ويا دوب هديها معلقة فلفل اسود ومعلقة 7 بهارات ورشة ملح، اتبل بيهم البطاطس بتاعتي. هتعملي لها صلصة يا رحمة؟ لا مش هعمل صلصة ولا اي حاجة، انا عايزاها بطاطس بيضة كده زي ما هي. انا يا دوب يعني التوابل ديت مع البطاطس هقلبهم مع بعض، وهروح مطلعه الفراخ من التلاجة طبعا، وهروح رصها على وش البطاطس كده وهدخلها الفرن. خلاص خلصت معايا على كده الوصفة بتاعتي. بس كل العصارة اللي كانت معايا في تتبيله الفراخ ديت او التتبيله بتاعه الفراخ هنزلها كده على الوش، وهسيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها كده، ونشوف شكلها في الاخر هيكون عامل ازاي. انا صراحه اكتفيت بس يعني بال بالصنف دوت او بالطبق دوت جنب حبه رز بالشعريه، وخلاص الحمد لله فطرنا على كده. يعني كنت عايزه اعمل سلطه
انوع يعني كده في السلطات اللي عندي، وانوع في بقيه الحاجه. لكن لا، انا عملت حبه رز بالشعريه جنبيها، وتقريبا عملت سلطه خضراء والمخلل وخلاص. لكن بصوا، كانت تحفه، شكلها حلو جدا، اتشوت بطريقه. البطاطس طبعا شربت كل العصاره بتاعت الفراخ. كانت تحفه جدا جدا جدا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم، وبالهنا.